التروس عناصر أساسية في الأنظمة الميكانيكية، وبتلعب دور مهم في نقل الحركة والعزم بين الشافتس. اختيار الترس المناسب بيضمن كفاءة النظام واستدامته. عشان كده هنتكلم في الفيديو ده عن ازاي تعمل سيلكشن للترس، لأن أنواع التروس بتختلف حسب طبيعة الحركة والبيئة اللي بيشتغل فيها. التروس اللي بأسنان مستقيمة أو السبار جيرز بتتميز إنها سهلة التصنيع وفعالة لنقل الحركة بين محورين متوازيين، لكنها بتصدر صوت عالي عند السرعات العالية. أما التروس اللي بأسنان مايلة أو الهيليكال جيرز فبتشتغل بسلاسة في السرعات العالية وبتقلل الضوضاء، لكنها معقدة في التصنيع وسعرها أعلى، وكمان بتزود لي حمل إضافي بيأثر على باقي المكونات زي البلي والعمود برضه. التروس المخروطية أو البيفل جيرز بتنقل الحركة بين محاور متعامدة، لكنها بتحتاج محاذاة دقيقة. التروس الدودية أو الورم جيرز بتوفر نسب تخفيض عالية وبتقلل الاهتزاز، لكن كفاءتها أقل. لما تيجي تختار الترس المناسب لازم تدرس عوامل كتير، زي نوع الحمل. لو الحمل ثابت ومش كل شوية بتغير لي في السرعة والأحمال، التروس اللي بأسنان مستقيمة مناسبة. لكن لو الحمل متغير وفيه اهتزازات زي اللي في العربيات كده، يبقى التروس اللي بأسنان مايلة أفضل. كمان السرعة بتحدد اختيار الترس، فلو السرعة عالية استخدام التروس اللي بأسنان مايلة أفضل، عشان الصوت يبقى أقل وتنقلك الحركة بسلاسة. أما لو السرعة منخفضة ممكن تستخدم التروس اللي بأسنان مستقيمة. كمان البيئة اللي هيشتغل فيها الترس بتأثر، لو في حرارة ورطوبة يفضل استخدام مواد زي الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألمنيوم. عشان تحدد الترس المناسب لازم تحدد ليه الملامح الخاصة بيه زي الموديول، وده رقم ستاندرد معروف وبيحدد حجم الأسنان، وبيتحدد بالقانون اللي بيقول الموديول بيساوي الدايمتر بيتش على عدد الأسنان. الدايمتر بيتش ده عبارة عن قطر وهمي بيتبنى عليه حسابات سنون الترس، وكل ما زاد المديول زاد حجم الأسنان وقدرتها على تحمل الأحمال، لكن الدقة بتقل. تاني حاجة نسبة التخفيض، انت عايز تستخدم التروس دي عشان تخفض في السرعة ولا تزود في السرعة. وخلي بالك ان في علاقة عكسية بين السرعة والعزم، فلو هتخفض السرعة هتاخد عزم عالي، والعكس. بنحسبها بالقانون اللي بيقول نسبة التخفيض أو الزيادة في السرعات بيساوي عدد أسنان الترس المقاض على عدد أسنان الترس القائد، أو عدد لفات القائد على عدد لفات المقاض. وبندخل على كتالوجات زي الدن 3990 واللي بيوضح المعايير المهمة لحساب قدرات التحمل التروس. أما عن الأحمال على التروس فاحنا عندنا نوعين أساسيين من الأحمال، الحمل المحوري والحمل الجانبي. الحمل المحوري أو الأكسيال لود بيظهر في التروس الحلزونية بسبب ميل الأسنان، وبيتحسب بالقانون اللي بيقول ال FA بيساوي ال FT في تان بيتا. ال FA ده هو الحمل المحوري أو الأكسيال لود اللي احنا عايزين نجيبه، وال FT ده القوة التماسية، والبيتا دي هي الهيليكس أنجل. أما الحمل الجانبي أو الراديال لود فهو القوة العمودية على اتجاه التلامس، وبيتحسب بالقانون اللي بيقول ال FR بيساوي ال FT في تان ألفا، والألفا دي زاوية الضغط، واللي في معظم الوقت بتكون 20 درجة. عندنا برضو الحمل التماسي أو الكونتاكت لود، وده بنحسبه عن طريق القانون اللي بيقول الكونتاكت لود بيساوي جذر ال FT في الكي على البي في الدي. ال FT ده القوة المحورية، والبي ده عرض الترس، والدي البيتش دايمتر، والكي ده معامل الحمل بيكون ثابت. طيب ايه هي ال FT اللي احنا عمالين نحطها في القوانين دي؟ احنا قلنا ان هي القوة المحورية، وليها قانون بيقول ان ال FT بتساوي T في 2 على الدي. التي ده العزم او التورك، والدي البيتش دايمتر. فلو نفترض ان احنا عندنا موتور بيدينا عزم 500 نيوتن في متر، وبيلف بعدد لفات 1500 لفة في الدقيقة، وانا عدد اللفات دي كتيرة جدا وما تنفعنيش في تحريك خطوط الانتاج، وبالتالي انا عايز اخفض عدد اللفات دي، هعمل ايه؟ وليكن انا عايز اخرج 300 لفة بس في الدقيقة، فاول حاجة هحسب نسبة التخفيض اللي انا عايزها او الجير ريشيو، واللي هتساوي عدد لفات القائد على عدد لفات المقاد، او عدد لفات الدخل على عدد لفات الخارج. هيساوي 1500 لفة على 300 لفة هتساوي 5، يعني كده النسبة 5:1. وبالتالي انا هاخد بالي لو الترس القائد 20 سنة فالترس المقاد هيبقى 5 اضعافه، يعني هيساوي 5 في 20 هتساوي 100 سنة. وانا بشتري التروس اخد بالي ان الاتنين يكون ليهم نفس المديول، لان لو مش نفس المديول الترسين مش هيعشقوا مع بعض. وبالتالي لو المديول هجيبه 2 يبقى انا كده مش فاضل عندي غير البيتش دايمتر، واللي هيساوي المديول في عدد الاسنان،
يعني هيساوي 2%. بعد كده بشوف الماتيريال اللي متصنع منها الجير، ففي معظم الوقت الماتيريال بتكون 42 كروم موليبدينيوم 4، ودي مادة بتتحمل الإجهاد وبتقاوم التآكل. وبندخل على كتالوجات وبنبدأ نحدد ونحط المعطيات اللي طلعناها، وبناء عليها بنبدأ نختار الترس المناسب من الكتالوج، زي كتالوج ميسم اللي قدامنا ده.